السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هعمل صينيه رز بالدبابيس. جبت انا عندي الدبابيس على حسب عدد افراد الاسره، وغسلها ومتنضفه. بتبلها يعني صنف بسيط جدا، اتبلها بتتبيله بسيطه اللي هي عباره عن ملح وفلفل وجنزبيل. هرش عليها واتبلها بالشكل ده. بجيب صينية حطيت فيها مادة دهنية زيت على سمن، بحط عليها رشة بسيطة من الملح علشان أحمر الدبابيس ما تلزقش في الطاسة. أحط الدبابيس تتشوح وتتحمر بالشكل ده. أحط فص الشتاء علشان يزود الطعم ويخليه كويس على الفراخ. الدبابيس اتشوحت، الغرض منها إنها تقفل المسام علشان احتفظ بالسوائل بتاعتها، لكن هي لسه هتكمل تسويتها ولسه هتتحمر في الفرن. شلت الدبابيس، انزل بالبصل اشوحه. البصل خد تشويحتين، بنزل بمعلقه الثوم الصغيره. انزل بقرن فلفل احمر حامي على بارد. انزل بالبهارات بتاعتي، نص معلقه قرفه وبابريكا وسكر وحبهات. احط اما معلقه صلصه او معلقتين، لا طماطمتين، معجون طماطم خاليه طبعا من القشر. بعد كده بنزل بالرز، لا اما بسمتي او رز مصري زي ما الواحد عايز يحط. بعد كده بنزل بالماء المغلي او بالشوربه المغليه، ولاحظ ان انا حاطه معجون طماطم يعني فيه سوائل، فبحط الميه على قد الرز بالشكل ده. اظبط الملح بالشكل ده، وانزل بالدبابيس على الوش تكمل سواها. الرز غلي في ثواني لان الميه مغليه او الشوربه. بوطي النار وبغطي عليها واوطي النار لحد ما يستوي. الرز والدبابيس استوت، بقلبها. بعد كده بظبط شكل الصينيه واحطها في الفرن علشان الدبابيس تحمر ويبقى صينيه الرز بالدبابيس كويسه. شوفها في التقديم. دي شكل صينيه الارز بالدبابيس بعد ما طلعت من الفرن. الفراخ اتحمرت والرز اخد لون، شكله جميل جدا وطعمه اجمل. وعشان نزود برضو القيمه الغذائيه ونجمله، احط عليه رشه خضره بالشكل ده. كده عملنا وجبه غدا متكامله العناصر الغذائيه، وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمه الله.